مساء الخير خياتي، وش راكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير وبصحة جيدة يا رب. حبيت نرحب بالمشتركات اللي انضموا لقناتي، نقول لكم مرحبا بكم في قناتي. واكيد ما ننساوش المشتركات اللي الوفيات لقناتي، نقول لكم ثاني داركم. قبل ما نبداو الفيديو اكيد نصلوا ونسلموا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم جيتكم بروتين مسائي بعد ما تقضيت اكيد وقست مع عيني ورحت جات بنتي من ليكول اكيد تصلي الظهر. يا البنات كلش ماهيش كلش اليوم الموضوع تاعنا اصله على القرايه، فهمتوا؟ مش كلش قرايه، لازم تاني كيما تبطيح على القرايه راح تبطيح على الصلاه، لازم تاني الصلاه، لازم بشويه بشويه نتعلميه تعوديه بلي هذيك الحاجه راها اساسيه في حياتنا. لازم تعوديه باللي الصلاه هي اساس الحياه تاعنا. يا البنات شوفوا هنا جيت نقري فيهم شويه. انا الاولاد تاعي دي ما يعرفهمش. عندي طفل 5 سنين وطفله 6 سنين. طفله راهي في سنه اولى وطفل راهو لسه في 5 سنين يقرا في مدرسه قرانيه، لسه ما دخلش ليكول. من تحضيري احنا في الجهه اللي ساكنين فيها ما فيهاش تحضيري، معنا موش يقرا في تحضيري، نعاون فيه بالمدرسه القرانيه هذه. انا جيت نقري فيهم. المهم يا البنات شوفوا، قبل ما نبداو الموضوع تاعنا رايحين نروحوا بعد ما قريتهم وكملت ورحت نخمر العجينه تاع البيتزا باش نديرها للعشاء. صدقوني هذا البيتزا خفيفه 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 لدرجه ما تصوروهاش، ونفس تاع المحلات. هي المحلات ما يديرولهاش الحليب، مي انا اضافه درت لها الحليب. المحلات يديروا لها الفارينة والخمارة والسكر والماء وهذا مكان والملح اكيد، وما يديروا لها ني والزيت، ما يديروا لها ني حليب ني بيض. انا هنا درت لها اضافه الحليب فقط، وتجي خفيفه وتجي حتى احسن من تاع المحلات. المهم يا البنات شوفوا انها كلش باين. قلت لكم درت هنايا 5 فارينه، 5 لي بول تاع فارينه، باي بول تحوسي عليه. المهم هذه تخرج لكم واحد الخمس خبزات. 5 لي بول تاع فارينه وربع كاس زيت ومقرف خماره ومقرف سكر والملح اكيد والحليب. اذا عندكم الحليب ديروا بول حليب، اذا ما عندكمش الحليب اكيد ديروا 2 كيسان ماء عادي ومقرف حليب. واللي تحوس على الوصفه بالتفصيل هنا درتها لكم عرفتم بالتفصيل، تكتب لي في التعليقات اكيد راح نحطها لكم بالتفصيل الممل. وهنا لاصوص درت البصله نورمالمون شاركتكم بها فايت، بصله وثوم ولي زيبيس تاع البيتزا وطماطيش ونرحوها عادي. هنا يبين ان الفيديو ماهوش طويل نزاح، حبيت نحكي لكم في موضوع الدراسه. نرى كلش باين. واللي تحوس على قلت لكم على الوصفه اكيد راح نخليها لها في صندوق الوصف، او تكتب لي نديرها لها في فيديو ونديرها لها بالتفصيل. المهم يا البنات شوفوا، بما يخص الدراسة شوفوا، خلوا المحبة لأولادكم، محبة أولادكم في جهة، وخلوا موضوع الدراسة في جهة. عمرك ما تقولي لابنك كي يجيب لك لي لونغ يجيب لك يقول لك يجيبوا لك وانتي تعودي ماكيش مقتنعة بهذيك النتيجة اللي جابها لك. مش تقولي له خلاص اني وليت ما نحبكش، خلاص راك وليت ماكش وليدي، خلاص. لا لا، خلي محبتك لابنك في جهة وخلي موضوع الدراسة في جهة. دائما روحي شوفي الأسباب اللي خلت ابنك تجيب هذيك النتيجة السيئة. يمكن هذيك النتيجة السيئة كنتي تي السبب تاعها، يمكن انتي اللي كي مقصرة من جهة هذيك النتيجة، يمكن انتي اللي كنتي مريضة، يمكن انتي اللي كنتي شادة تليفون وما كيش لاهية بابنك، يمكن انتي اللي ما كيش عطيتلو الحق تاعو في الدراسة. شوفي دائما شوفي الاسباب اللي خلت بنك ما يقراش. شوفي دائما الاسباب، روحي احتكي بالمعلمه تاعو، يمكن راه يقعد ما يشوفش، يمكن يقعد في بلاصه اللي ما يشوفش منها، يمكن المعلمه تاعو ما تعطيلوش يمكن المعلمه تاعو ما تعرفش توصل له المعلومه تاع الدراسه. يمكن دائما شوفي الاسباب اللي تخلي ابنك ما يقراش.
دائما احتكي بالمعلمة تاعو، واحتكي بالوسط نتاعو اللي يقرا فيه، باش تعرفي النتيجة على ما جابهاش. كيما راكم تشوفوا دوكا راه وصلت لدرجة انه طفل الام تضرب بنها وتقولوا على جال النتيجة. يا ترى راها تضربوا على جال صلاتو؟ اكيد لا، احنا ماناش عارفين المستخبي. المهم هي طفل الله يرحمه ويوسع عليه، وان شاء الله ربي يعطي لوالديه الصبر. و اكيد ملي دارت هذه الحاجه اكيد ماهيش كانتش في عقلها. اكيد ربي يصبرها ان شاء الله، هذا واش نقول لها. المهم يا البنات يا امهات، دائما حاولوا انكم تراعوا مشاعر اولادكم، ودائما ما تزقوش، ما توروا لهمش هذيك باش كي يجيب النقاط اكيد راح يخبي عليهم النقاط، واكيد راح تعرف من جهه واحده اخرى بيهمشني به النتائج الخلعه تاع مو ولا تاع بويو، اللي ما يقدرش الابن يجي يواجه لوالديه باش يوري هذيك النقطه السيئه اللي جابها. دائما راه كاين فصل اول وفصل ثاني وفصل، اذا ما جابلكش الفصل الاول اكيد راح يجيب لك ان شاء الله فصل ثاني، واكيد راح يجيب لك فصل ثالث. كي يشوفك متحشمه قدام الناس بالنتيجه اللي جابها اكيد راح يشوف هذيك الخجل اللي كان في وجهك، واكيد راح فصل ثاني يجيب لك نتيجه زينه. دائما دائما اعطي له ديري حوار بينك وبينه، دائما قولي له انا مانيش مقتنعه بهذه النتيجه، وانا راني متحشمه بهذه النتيجه، وانا دائما لازم تكوني تعطي له حوار باش يقدر ان شاء الله فصل الثاني يجيب لك نتيجه احسن واحسن. ربي يوفق كاع وليداتنا، وربي يوفق كاع وليدات المسلمين يا رب. وان شاء الله كامل راه مش كلش دراسه، هي صح دوكا عندنا كلش اللي ما قراش كلي ما دار حتى حاجه، بصح لازم 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 يا البنات يا امهات عفوا، لازم يا امهات كلش يجي بشويه وكلش يجي بسياسه. حاولوا انكم تراعوا المشاعر تاعهم. انا جيت نرجعوا البيتزا تاعنا، وش نقول لكم، شوفوا يا البنات انا راني درتها في هذا السنيوه، صدقوني طيب البيتزا روعه. سر من اسرار البيتزا هي وشن هي، انكم لازم الفور تاعكم يكون، انا الكوشه تاعي جامي نطيب فيها البيتزا، ما نقلطش نطيب فيها البيتزا، لاني شوفوا على البيتزا تاع المحلات تجي زينه، لانه لازم تدخل الفور تخرج من الفور عندها مامبا 5 دقائق في الفور. اذا فاتت لك البيتزا 5 دقائق او 10 دقائق اكيد مش راح تطيب لك، اكيد راح تجيك يابسه، مش راح تعطيك النتيجه تاع المحلات. هنايا انا حبيت درت اختياريه، هنايا كنت موعده الابن تاعي دائما نديروا هذا العفسه، كنت موعده الابن تاعي انه اذا جاب لي نتيجه، مش جاب لي نتيجه، اذا حفظ لي صوره من صور القرآن الكريم راح نعطي له دراهم، ولا راح نعطي له، ولا راح نخدم له البيتزا، بما انه هو يموت على البيتزا. قلت له كي حفظ لي هذا الآية اكيد راح ندير له يدي البيتزا. درت له البيتزا. دائما حاولوا انكم تشجعوهم بحاجه اللي يحبوها. نديكم الحديقه، نعطيكم دراهم اذا حفظتي لي هذه، انا كنت بنتي نستعمل معاك، اذا حفظتي لي الارقام من كذا لكذا راح نعطي لك هذيك الحاجه، او راح نطيب لك هذيك الحاجه. اكيد راح دائما كنت تشجعهم كيما اكيد راح يتوفقوا في الدراسات تاعهم. شوفوا هنا يا البنات، هنا شوفوا انا اللي قلت لكم درتها في الفور تاع السعاده. هنا الفور هذا راه موش تاعي تاع الام تاعي، كنت نخدم به في الكاطو في لي كوموند تاع الناس. اللي ما تعرفنيش بلي نخدم الكاطو، راني نخدم الحلويات للناس بلي كوموند. اللي تحب تشرفني في الصفحه تاع الفيسبوك تاعي اكيد راح نوريها لها ونحطها لها في صندوق الوصف. هنا شوفوا البيتزا تاعي بعد ما طابت، هنا واحده درتها سامبل بعتها لجارتي، وهذول كانوا لينا بأقل تكاليف ما فيها حتى حاجه. شفتوا شاني شريت مورسو برك تاع فرماج، والصلصه تاعي ما درتهاش حمراء ياسر باش تعطيني كي صوص بلانش. عندي ياسر وصفات للبيتزا، اكيد تحبون كل مره نحط لكم وصفه تاع بيتزا وتجربوها. هنا هذوك الحاشيه القيضه تحبوا نتوما ديروها بالفرماج، ثاني تجيكم روعه. كي تقلبوها ديروها بالفرماج تجيكم ثاني روعه. هنا درتها هاك شغل نحشي لهم بها باللي راها فرماج، باللي راها بيتزا محشيه. مهم شوفوا تجي رقيقه رقيقه وتجي تهبل. هنا بعد ما اكيد تعشينا والحمد لله، جيت نضرب دوش خفيف باش نرتاح بعد هذيك راكم عارفين اش قابل تاع البيتزا وعارفين. وجدت هنايا لبست هذه الروبه الغاز جايه خفيفه، واكيد الشامبو
و ان شاء الله ثاني في روتيني القادم راح نوريكم العناية بالنفس. هنا كان ما عندي ني ريحاني ديدورو، بصح شوفوا هنايا راح كل مره نوريكم واش نستعمل. هنا شوفوا الروبه تاعي كيفاه جاتني، قلت لكم جايه سامبل. وهنا اكيد السهره درت لاتاي ودرت هذاك اليويو. اكيد راح نشارككم ثاني بالوصفه في الايامات القادمه، ونقول لكم باي باي.